اهم حاجه بقى هنتكلم عليها عموما في السكوترز الكهرباء السرعه والقدره على المسافه قد ايه وطريقه الشحن. اول ارجع بقى. مش عايزين بقى ننسى اهم حاجه السن بتاع ال 15 ل 20 سنه. ليه بقى؟ السن ده مهم جدا. مش معنى ان احنا قلنا السن ده يبقى معنى كده ان انا مثلا عن 30 سنه مش هركب السكوتر الجميل ده. طب السكوتر اللي قدامنا ده تبع شركه متجر، سكوتر كهرباء بس فكر جديد وديزاين جديد. طبعا زي ما انتم شايفين كده، شايفين فكره العجلتين قدام والمقصات والكلام ده موضوع جديد شويه، شبه لو فاكرين الموتوسيكل اللي احنا صورناه قبل كده الياماها النيكن بالظبط، هو كوبي بيست شبهه بالظبط في فكره العجلتين قدام او الموتوسيكل او اللي بيقولوا عليها السكوتر الكوادرو. فكره ان انت يبقى عندك 2 عجله قدام وعجله خلفيه، هل الموضوع ده اصلا سهل ولا صعب؟ في ناس تقول لك هل لو انا دلوقتي ركبت حاجه بعجلتين قدام وعجله ورا التوازن هيبقى اسهل ولا اصعب؟ هو هيبقى اسهل طبعا، بس عايز برضو تحكم كويس جدا. ليه؟ لان انت الحركه بتاعتك من الاول للاخر في الجدون اللي قدامك هنا، انت بتحرك يمين العجلتين بيتحركوا يمين، بتتحرك شمال العجلتين بيتحركوا شمال. السكوتر نازل من شركه متجر، موجود معانا في معرض سيلاند. اهم حاجه بقى هنتكلم عليها عموما في السكوترز الكهرباء السرعه والقدره على المسافه قد ايه وطريقه الشحن. هنقول اول حاجه ان السرعه بتاعه السكوتر اللي قدامنا دي 45 كيلو في الساعه، بس السكوتر ده هيبقى 70 كيلو في الساعه لسبب واحد، ان السكوتر ده على بطاريتين، السكوتر ده على بطاريه واحده، فعشان كده هنلاقي ان السرعه اقل شويه، مع ان هما الاثنين شبيه او زي بعض بالظبط، كوبي بس. الشحن بقى ازاي؟ الاثنين بيتشحنوا عادي من اي فيشه بتاعه بيت او جراج تقدر تشحنه فيها. الموضوع سهل جدا، الموضوع كله على بطاريات، وادي الشاحن بتاعه اهو. الموضوع سهل جدا، هتحط اهو الفيشه في الكهرباء والفيشه الثانيه اهو ده مكان الشحن، هتحطها كده بالظبط شكرا، وتحط الفيشه بتاعته في اي فيشه عاديه 220 فولت. فالموضوع مش صعب جدا، يعني انت لو عندك جراج او عندك في البيت هتروح تشحنه والموضوع اسهل. حبيت تحطه معاك واي مكان تروح فيه تشحنه برضو الموضوع سهل جدا. من الحاجات بقى اللذيذه اللي انا شفتها في السكوتر ده غير بقيه السكوترات الكهرباء، مبدئيا الحجم بتاعه. اولا انا قاعد، انتوا عارفين طبعا ان انا حجمي كبير شويه، زي ما انا قاعد شايفين انا قاعد عامل ازاي، قاعد مرتاح، رجلي قاعده مرتاحه، المساحه هنا بيرفكت يعني بالنسبه لي. طبعا هنا عندنا عداد ديجيتال وجدون كويس جدا، شايف السرعه، شايف كمان الشحن بتاع البطاريه فيها 16% دلوقتي. هنا عندنا طبعا مرشدير تقدر ترجع لورا بيه، بس هو مش هيقدر يتحرك لان انا منزل قصدي سنات الجنب، فدي حاجه مش سيفتي يعني. بص هعملها اهو، هقدر ان انا اقدر ارجع لورا بيه. وهنا عندنا طبعا الدرايف العادي. طبعا عندنا هنا برضو من الحاجات المميزه في السكوتر ده ان هو على ماستر فرامل امامي وماستر فرامل خلفي. طبعا هتلاقي بقى حاطط لك شكل الجنط واثنين مساعد هنا عشان الحركه يمين وشمال، المانوفرنج بتاعك يبقى كويس جدا. حاطط لك هنا درجين، وكمان عاملين لك ريموت بقى عشان خاطر تفتح منه وتقفل منه. بص العب. فايه بقى اللي هيفرق السكوتر اللي انا راكبه ده عن السكوتر الثاني؟ ان السكوتر ده فيه بطاريه واحده بتمشيك من 60 ل 70 كيلو. الاختلاف عنه عن الموتوسيكل اللي قدامنا الثاني ان ده البطاريه بتاعته فيه بطاريتين بيمشيك من 110 ل 120 كيلو، فطبعا ده فرق عشان خاطر ده بطاريتين وده بطاريه. وطبعا السكوترز دي ملهاش ان هي تترخص، عادي تمشي بيها بجواب، والسعر بتاع ده 100,000 جنيه وده 140,000 جنيه. طبعا الموضوع اب تو يو ان انت تقدر تشتري حاجه ب 100 او ب 140. هل الموضوع مستاهل ان انا اقدر امشي؟ في ناس هتبقى الموضوع بالنسبه لها فعلا مستاهل ان انا امشي مده اطول، بس انا شايف ان دايما الناس هي احتياجاتها لو 70 80 كيلو هي بالنسبه لها ممكن تقضيها مثلا في اسبوع يعني، صح كده؟ اشوفكم بقى في حلقه جديده. معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات.